السلام عليكم. أهلا بكم في حكاوي الخلفاوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتفتح بها الأبواب المغلقة. أهلا بكم في أول فيديو وأول لايف على الصفحة إن شاء الله. طبعا عشان الاسم جديد وممكن كتير يفتكر ان احنا لسه اول فيديو لينا اصلا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. لكن طبعا انا بادئ بقالي سنه يعني في القصه ديت، لكن كنت باسم مختلف وهو كان حكايات مصطفى سعد. حصل بقى حوارات طبعا في الفتره اللي فاتت ديت، خصوصا في موضوع 7 اكتوبر واخواتنا واتقفل لي صفحه وقرش صفحه وحصلت حاجات كتير، فاضطريت ان انا افتح صفحه جديده باسم حكاوي الخلفاوي. طبعا انا اسمي مصطفى علي خليفه، يعني الشهره بتاعتي هي خليفه، فبالتالي حطينا حكاوي الخلفاوي، يعني يبقى فيها تسنك شويه كده مع بعضها يعني. وطبعا ليه حكاوي او حكايات عموما يعني. الحكايات والحكاوي والحكايه والقصه والسرد والسيره اصلا دي جزء لا يتجزأ من المجتمع والثقافه، الثقافه بتاعتنا كمصريين يعني، بمختلف بقى اشكالها ومختلف الحدوته بتاعتها ايه. لدرجه احنا لو في حد بيتخانق يقول لك فلان فلاني معاه حكايه، مش عارف ايه معاه حكايه. ف... فالقصه والحكايه والحكاوي عموما دي جزء لا يتجزأ من القعده المصريه ومن الثقافه بتاعتنا كشعب وكمجتمع يعني. الحمد لله احنا خلال سنه فكره بقى عن المحتوى بتاعنا عموما. خلال سنه ابتدينا السنه اللي فاتت في شهر اتنين تقريبا، اول شهر اتنين ابتدينا فيديوهات. الاول كانت عباره عن فويس اوفر، بكتب السكريبت وبسجل الفويس بتاعه وبمنتجه، وبعد كده بنركب عليه الفيديو المناسب للحدوته او الحكايه يعني. اتكلمنا في الاول عن حكايات اجتماعيه وكانت حكايه منعم تقريبا، كان اول فيديوهين كان حكايه منعم، واول فيديو كان دعاء سيدنا محمد لسعه الرزق، وده اول ان شاء الله اول فيديو هنزله هنا على الصفحه باذن الله تعالى. وخدنا فتره كبيره جدا كنا بنشتغل بالفويس اوفر، نعمل السكريبت ونسجله وبعد كده نمنتجه وندخله على فيديو. والفيديو بقى المناسب يعني فيها قفشات، فيها حاجات مثلا متاخده من فيلم، من مسلسل، من عموما بقى من الحياه. وخدنا شو كده لحد تقريبا بعد رمضان، لحد شهر 5 او 6، وابتديت بعد كده انزل المحتوى بوش يعني. طبعا ده لوك جديد عشان كنت في العمره. يا رب عقبالكم جميعا، ربنا يكتبها لكم باذن الله تعالى. الحمد لله كنت في عمره من 15 يوم كده يعني، الحمد لله. بس فنزلنا او المحتوى بتاعنا خلال السنه دوت نزلنا حوالي تقريبا 60 فيديو او 65 فيديو كانوا مختلفين، فيهم اجتماعي وفيهم حالات اجتماعيه وحالات انسانيه والمشاعر بتاعتنا وطبعا كان فيها جزء ديني وفيها جزء سياسي فيها شخصيات في التاريخ الاسلامي. فالحمد لله الموضوع كان متنوع وقدرنا نرضي كافة الأطراف يعني، الحمد لله. ال- الفكرة بقى الصفحة هنا إن شاء الله، لأن خلال السنة الواحد شاف إن في جمهور كبير جدا بيحب الفيديوهات الفويس اوفر. هو مش حابب مثلا ان انا عاوز ادخلني جوه الحدوته، انا هقول الحدوته بصوتي بس دخلني جواها بقى، حط لي موشن جرافيك وحط لي حاجات انيميشن وحط لي الكلام اللي هتقوله ده ركبه مع مشهد مثلا في فيلم او مش عارف ايه، عايشني جوه القصه يعني. ففي ناس بتحب موضوع الفويس اوفر دوت، وفي ناس بتحب لا انا عاوز ابقى متواصل بصريا وسمعيا مع اللي بيتكلم. انت هتطلع تتكلم في سين في سين في سين في صاد في عين، انا لا، انا عاوز اشوفك بوشك بتعمل ايه، تون صوتك مع حركه ايديك مع حركه وشك، اصدقك. ففي جمهور كده وفي جمهور كده يعني. وطبعا لازم نبقى فاهمين ان الشغل الفويس اوفر اصعب بكتير من ان انا اطلع دلوقتي كده اطلع في فيديو واتكلم فيه عادي يعني. انا اطلع في فيديو اتكلم فيه كده عادي لو مش لايف يعني، ما بيتسجل عادي وبعد كده بيتمنتج يتحط عليه خلفيه مثلا، ايا كان الخلفيه اللي هتتحط واللوجو وبتاع ونزل على طول. لكن شغل الفويس اوفر بتسجل الفويس لوحده،
وبعد كده تمنتجه، وبعد كده تشوف ايه اللي ممكن تحطه من فيديوهات او انيميشن او موشن جرافيك او الكلام ده كله، وتقطعه وتركبه على الصوت، ولازم ده يبقى ماشي مع ده. فطبعا كان الموضوع كان مجهد جدا يعني. في بدايه اول ما بدات، اول شهر او اول شهرين، كان عندي حد صاحبي يعني وقريبي كان هو اللي بيعمل لي المونتاج بتاع الفيديوهات. انا بسجل الفيديو وبديله التصور بتاعه يعني، حط لي هنا ايه وحط لي هنا ايه ومش عارف ايه واتفضل خد، وهو بعديها بيومين يسلمني الفيديو جاهز على طول. كنت انا بحط عليه رتوش بسيطه خالص وبنزله. طبعا دخل الجيش، ربنا يرجعه لينا بالسلامه ان شاء الله، وانا ايه، شلت كل حاجه بقى. ف وده اللي خلاني مثلا ما اكملش السلسله بتاعت شخصيات في التاريخ الاسلامي في رمضان. كان المفروض تتعمل 15 حلقه، عملنا تقريبا 6 حلقات بس او 7 حلقات، و... ولسه السكريبتات موجوده يعني. ف... ده الفكره يعني، او ايه الفرق ما بين الموشن جرافيك او الفويس اوفر والفيديوهات العاديه اللي بتطلع بوشك وتمنتج وتقطع والكلام ده. انا الحمد لله انا اللي بكتب السكريبت، و... وانا حاليا طبعا اللي بمنتجه وانا اللي بصوره. اوقات بصور هنا طبعا في العربيه يعني، بتبقى اغلب الفيديوهات بتاعتي. واوقات بسجل ورا الكروما يعني، بسجل كروما ورايا بتبقى كروما، وبعدل الفيديو وبركبه يعني. فالله المستعان ان شاء الله، نسال الله التوفيق يعني خلال السنه ديت. الحمد لله. في ناس مثلا اصحابي يقولوا لي المحتوى اللي انت اخترته تطلع تتكلم فيه او تختاره مش هينتشر بسهوله، مش هتحقق من وراه مكاسب ماديه والكلام دوت. لكن في الحقيقه الواحد ما بيبصش للقصه بالمنظور دوت. لان في الاول وفي الاخر انت اي حاجه بتقولها بتتكتب عليك، سواء خير او شر. اي حاجه قلتها وحد نفذها من وراك، هتاخد من وراه حسنه لو كانت حاجه كويسه، وهتاخد من وراه جبل سيئات لو حاجه وحشه. ف... فالحمد لله احنا بنحدد المحتوى بتاعنا ان هو يبقى مفيد، او على الاقل لو مش هتفيد ما تضرش. ده الاساس بتاعنا يعني، ان انا اطلع اقدم لك معلومه كويسه، ان انا اطلع اقول لك حكايه دينيه كويسه. الحمد لله مثلا الفيديو بتاع الصلاه، او الفيديو بتاع الصبر، او الفيديو طبعا اللي عملناه على اخواتنا في الاحداث الاخيره. عملنا فيديوهات كذا، 3 4 فيديوهات، احداث مشابهه من الماضي وربطناها بالواقع حاليا، او ايه التشابه ما بين الاحداث اللي حصلت في 7 اكتوبر وما تبعاتها، واحداث حصلت قديمه، تاريخ عجله وبتكرر نفسها تاني. فان شاء الله هخص الصفحه هنا بتاعت حكاوي الخلفاوي تبقى بالفويس اوفر. والصفحه القديمه بتاعتي اللي هي مصطفى سعد، هننزل عليها الفيديوهات بتاعتنا العاديه. والصفحه الكبيره بقى خالص اللي هي كانت واخده تأييد والحمد لله لسه راجعه من شويه يعني، دي هننزل عليها ادعيه، هننزل عليها قران، هننزل عليها او اي حاجه انا الفيسبوك يعني ايه مش ما يأيدنيش فيها يعني. لان دلوقتي للاسف طبعا المنصه محجمه صناع المحتوى يعني، تطلع تقول رايك في حاجه مش على دماغهم، يلا تأييد، تأييد نشر مش عارف ايه، يلا يلا يلا. ف... فان شاء الله احنا معانا ال3 صفحات دولت هنشتغل عليهم. الصفحه الاولى اللي هي الكبيره اللي هي 100 حاجه و90 الف، دي هننزل عليها ادعيه، حديث، قران، يعني حاجات تجيب حسنات زي ما بيقولوا يعني. وان شاء الله الصفحه اللي هي بتاعت مصطفى سعد، يلا يا عم هتعمل لي مزيكا ولا ايه؟ ماشي يا سيدي، شكرا. والصفحه بتاعت مصطفى سعد ان شاء الله دي هننزل على المحتوى العادي اللي هو طالع فيه بوشي، وبنتكلم وبنجيب الامثله والحاجات دي كلها. وهنا هننزل الفيديوهات ان شاء الله اللي هي تبقى فويس اوفر يعني، يبقى كده راضينا الاذواق كلها يعني. فنسال الله التوفيق يعني. احنا كنا غيرنا في الاسم، غيرنا في الصفحه، غيرنا في اللوك، طبعا ده عشان العمره، لكن السياسه بتاعتنا في المحتوى بتاعنا دي ثابته، مش هنغيرها ان شاء الله. لان احنا في الاول وفي الاخر بنبص لربنا يعني، بنبتغي وجه ربنا ان شاء الله، ان احنا نقدم حاجه محترمه، حاجه تليق بيكم، حاجه تديكم معلومه، حاجه تديكم حسنات. حتى لو فيها يبقى محتوى مش مش مش
مش ترفيهي مثلا، او المحتوى فيه شويه ترفيه او حاجه، المهم انا مش هضرك يعني. المهم لو انا مش هنفعك بحاجه قويه، المهم ان انا ما اضركش يعني. لان طبعا اكيد المحتوى الترفيهي او ان انت ترفع عن نفسك ده مطلوب يعني. في كتير بيصنف المحتوى بتاعنا اللي هو ديني، اللي هو المحتوى بتاعي ديني، لكن انا لست رجل دين يعني. خلينا متفقين على كده. لان لما بنزل مثلا فيديو عن الصبر، او فيديو عن الصلاه، او فيديو عن ايه الفرق بين الملحد والمؤمن، او او قصه مثلا عن سيدنا داوود، او سيدنا موسى، او سيدنا محمد، دي كلها بتبقى هي الكفر بتاعها ديني، لكن هي اوريدي حكايه. هي حكايه في الدين، مفيش مشكله. لكن الموضوع مش متطرق ان انا مثلا طالع اتكلم في مسائل عقيده او فقهيه بحته او كده يعني. لست اهلا لذلك. لان طبعا كان في ناس بعد ما تشوف الفيديو ويعجبها تقوم داخله سالاني في حاجات بقى ايه في الفقه وفي العقيده او كده يعني. طبعا ممكن الواحد يبقى عنده خلفيه، يبقى عنده عارف الاجابه ايه او كده، لكن انا بحب التخصص يعني. آه، رجل الدين فهو رجل دين، هو ده اللي يسأل في الموضوع. رجل اقتصاد هو يسأل في الاقتصاد. رجل علم هو يسأل في الموضوع ده. لكن مفيش حد طبعا بيبقى ملم بجميع الامور ديت يعني. فالله المستعان. ان شاء الله تبقى بدايه كويسه، وبيكوا طبعا طبعا ربنا في الاول وفي الاخر ربنا يجعلنا سبب ان شاء الله، ويستعملنا في الخير، ان احنا نقدم لكم حاجه كويسه، وان احنا نقدر نفيدكم، وان احنا نقدم حاجه تليق بيكم. وفي نفس الوقت انتوا المقياس، انتوا اللي بتخلوا البني ادم يكمل. خلال السنه الحمد لله انا ما جبتش جنيه من الفيسبوك ولا اي حاجه، وما عنديش ربح من الفيسبوك الحمد لله خلال السنه ديت يعني كلها. لكن ايه اللي بيخلي الواحد يكمل؟ دعوه حلوه، ان حد يخش يقول لك كتر خيرك والله يعني الفيديو بتاعك ده جه في وقته، ربنا يكرمك كذا كذا. الحاجات دي بقى هي اللي بتخلي الواحد كده تديله بوش الامام، خليه او تبين لك ان انت ماشي في الطريق الصح. الواحد كان متخوف جدا اول ما بدأ الفيديوهات مش تعجب الناس، المحتوى مش خفيف، المحتوى مش الرائج، مش اللي بيتلافت عليه الناس. لكن الحمد لله لقى الجمهور بتاعه. مش محققناش التوسع المطلوب او اللي كان نفسنا فيه، لان اكيد انا نفسي افيد الناس كلها، ونفسي مش شهرة قد ما انا نفسي الناس اقدم لها حاجه كويسه، الواحد يسيب سيره كويسه ان هو الحمد لله ده البني ادم ده محترم. احنا لما بنشوف صناع محتوى كتير زي الدحيح في موضوع العلم، وفي ناس طبعا في مجال الدين، وفي ناس في مجال زي بلاتفورم مثلا. هي ناس كويسه بتقدم محتوى مفيد يعني. حتى لو بيقدم تسليه مثلا، او بيقدم ترفيه مثلا، ما بيضرنيش، ما بيدينيش حاجات تجيب لي عفوا تديني سيئات، او تديني حاجات فكر وحش او كده يعني. فدايما احنا الحمد لله ده هدفنا يعني. انا ده الهدف بتاعي الاساسي يعني. مش ببص للموضوع بشكل مادي يعني. فالحمد لله في اول فتره خالص من فيديوهات الفويس اوفر الحمد لله حققنا المرجو منه. وبعد كده لما طلعنا بوشي بقى يا ترى الناس هتقول عليا ايه؟ دمه تقيل، ده شكله مش عارف ايه، ده كذا ده كذا ده كذا. الحمد لله برضو معرفش صوتي فيه ايه. الحمد لله برضو حققنا برضو مشاهدات كويسه، وحققنا الفيديو زي بتاع الصلاه، او الفيديو بتاع الرسول. الفيديوهات دي يعني لما توصل لمليون و2 مليون، بالشكل العام في ناس بتجيب اكتر من كده بكتير، وحاجات تافهه بتجيب اكتر من كده بكتير. لكن بالنسبه لي كان الموضوع مرضي شويه، ان انا قدرت اوصل رايي وصوتي وبحاجه كويسه للناس يعني. فالحمد لله. وان شاء الله مستنيين دعمكم في الفتره الجايه. وبرضه بيقولوا لنا انتوا نفسكم في ايه في المحتوى يعني. عاوزين بالنسبه للفويس اوفر بتبقى الامور مفتوحه شويه. عاوزين ايه نتكلم في ايه، بتحبوا ايه، بجانب طبعا اللاين بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه ان شاء الله يعني. فنسال الله التوفيق، وان شاء الله نبتدي ننزل فيديوهات من النهارده باذن الله، اللي كانت بقى موجوده قبل كده اللي بدانا بيها، بالتوازي مع السكريبتات الجديده. الواحد اصلا كان كاتب سكريبتات كتيره جدا قبل اكتوبر. يا دوب انا نزلت الفيديو بتاع، كنت عامل فيديو عن حرب اكتوبر،
نزل 5 اكتوبر، جات لي حاله وفاه يوم 7. رجعنا طبعا شفنا اللي حصل في موضوع اخواتنا دوت. الواحد اجل كل حاجه يعني، اجل كافه السكريبتات اللي الواحد كان كاتبها يعني، وما كانش صوته يعلو فوق الاحداث يعني. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسال الله التوفيق، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم ويهون عليهم، وان شاء الله نصر ربنا قريب ان شاء الله. تابعونا وان شاء الله اللي جاي يبقى افضل، وما تبخلوش علينا بارائكم في الكومنتات ان شاء الله. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم، او حكاوي الخلفاوي.